لو انت في يوم ما عملتش اي مجهود خالص، يبقى انت محتاج سعراتك تكون قد سعرات البيزل ميتابوليك ريت بتاعك، ودي اقل سعرات الانسان بيحتاجها عشان بقى الطاقة اللي بيحتاجها للتنفس، لضربات القلب، للدورة الدموية الى اخره. فبالنسبة للسيدات ما يقلوش عن 1200 سعر حراري لحد 1500 سعر حراري، ده على افتراض ان انتي ما عملتيش اي اكسرسايز ولا اي اكتيفيتي ولا فرقتي في البيت ولا عملتي اي حاجة. وللرجال من 1600 سعر حراري ل 1800. يبقى انا هدفي من الفيديو ده حاجتين مهمين. الحاجة الاولى ان دي المينيمم من السعرات اللي ما ينفعش كسيدات وكرجال نقل عنها. الحاجة التانية بقى ان الحركة والرياضة والفرق والاكتيفيتي ليه دور مهم جدا في تعلية معدل حرقك. يبقى لو انت بتحب الاكل جدا وما بتحبش تقلل سعراتك وما بتحبش تعمل دايت، زود معدل حركتك عشان تعلي معدل حرقك. هي نصيحة بسيطة جدا بس حقيقي ممكن لو فكرت فيها كويس هتغير نظرتك للاكل والرياضة.